أختي كانت بتتكلم مع حد بشكل رومانسي جوه أوضتها، وفجأة فتحت باب الأوضة علشان أشوف مين اللي موجود معاها. ما لقيتش أي حد، وعرفت بالصدفة إنها كانت بتحضر جن بسبب اللي أنا عملته معاها. واللي حصل بعد كده كان مفاجأة وشيء مرعب جدا. طبعا قبل ما أحكي الحكاية وأقول لكم أخوها عمل معاها إيه وإيه الشيء المرعب اللي حصل معاهم، طبعا لا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قصتنا بدأت من أب غني جدا ليه ولد وبنت. البنت كانت تعبانة وعندها توحد، والابن كانت صحته كويسة جدا، بس الأب كان دايما مهتم ببنته، بيديها العلاج بتاعها في وقته وبيوديها جلسات علشان يحسن من المرض اللي عندها وتحاول تتعايش معاه. وفجأة وفي يوم وليلة الأب توفى، وبعد ما توفى ابنه قرر إن هو يستولى على كل الميراث. وهنا فكر إنه يمنع عن أخته أي حاجة لحد ما نفسيتها تسوء ويخلص منها. وبدأ يحبسها في قلب أوضتها ومنع عنها جميع وسائل الترفيه، لا في إنترنت ولا في فيسبوك ولا حتى تليفون. وجاب شغالة علشان ترعاها، وأي حد كان يسأله فين أختك كان يقول لهم إن حالتها ساءت بعد وفاة أبويا، فاضطريت إن أنا أوديها مصحة علشان تتعالج. وبدأ يبص لنفسه ويتفسح ويخرج بفلوس أبوه، لأنه ما كانش شغال، لأنه مش مضطر إن هو يشتغل. وعدى على الموضوع ده سنة، وأخته محبوسة في قلب أوضتها، مفيش إلا قدامها وسيلة واحدة للترفيه وهو التلفزيون. والشغالة كانت دايما بتدخل لها الأكل جوه أوضتها وهو مش سائل في أي حاجة. وفجأة الشغالة لاحظت إن أخته كل ما تيجي تتكلم كانت بتتعصب وتكسر أي حاجة في إيديها، ولاحظت إن حالتها النفسية بدأت تسوء، شوية اكتئاب شوية انهيار عصبي. وكانت كل ما تكلمها كانت ترمي أي حاجة في إيديها، لدرجة إنها خبطت الحيطة بإيديها علمت. وكان شكل البنت بيتغير، عينيها كانت بتتغير ووشها كان بيتغير كأنها واحدة تانية. هنا الشغالة لما شافت كده راحت تشتكي لأخوها، قالت له أنا ملاحظة إن في حاجة غلط في أختك، يعني بقى عندها قوة بزيادة لدرجة إنها تخبط الحيطة تعلم مطرح إيديها. كده لازم تعرض أختك على دكتور علشان يشوف في إيه بالظبط. هو طبعا مش في دماغه أي حاجة، هو عايز يتخلص منها بأي طريقة، وقال خلاص حالتها هتسوء، يا إما هتموت يا إما تتجنن خالص، ودينا أبقى خلصت منها وأخدت كل حاجة لنفسي. وهنا الشغالة بدأت تشتكي منها مرة واتنين وتلاتة، لدرجة إن البنت بدأت تمد إيديها على الشغالة وتزقها، وفي زقة البنت كسرت إيديها. الشغالة بقت تشتكي له وتقول له في حاجة غلط، أختك بقى عندها قوة غريبة، دي مش إيد بنت ولا إيد واحدة ست، دي واحدة زي ما تكون ممسوسة. طبعا هو ما خدش ودة في الكلام ولا كأنها بتتكلم، وكل ما تيجي تتكلم وتقول له خلاص أنا عايزة أسيب المكان ومش هشتغل، المرة دي كسرت لي إيدي، المرة الجاية الله أعلم هتكسر إيه، كان يزودها في الفلوس. وفي يوم من الأيام وهو معدي من عند أوضتها سمع أخته بتتكلم مع حد وتقول له أنت حبيبي وأنت سندي، وأنا عارفة إن أنت هتخلصني من اللي أنا فيه، وأنا مش هقدر استغنى عنك، وخليك دايما جنبي. طبعا أول ما سمع كده شك إن في حد موجود في الأوضة، وهنا فتح باب الأوضة فجأة، بس للأسف ما لقاش أي حد. قعد يدور تحت السرير في الدولاب ما لقاش حد. لما جه يكلمها وقال لها مين اللي كان معاكي قالت له مفيش حد. ولما ضغط عليها شوية بدأت عينيها تتغير ووشها يتغير، ومسكت حاجة وحدفته بيها. ساعتها خاف وجي في دماغه كلام الست، وبعد اللي حصل مع أخته شكلها اللي اتغير فجأة راح نده على الشغالة قال لها تعالي، هو أنت بتديها التليفون بتاعك؟ قالت له لا. قال لها طب في حد بيجي وأنا مش موجود؟ قالت له والله أبدا. قال لها إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هي بتكلم مين؟ قالت له أنا مش أول مرة أسمعها، أنا سمعتها كتير جدا، بس أنا بقول بتكلم نفسها. بس برضو أنا مستغربة القوة اللي بقت في إيديها بزيادة دي، وطريقتها في التعامل وطريقتها في الكلام، بحس إن واحدة تانية بتتكلم معايا. من الوقت ده أخوها قرر إن هو يراقبها ويشوف إيه اللي بيحصل بالظبط، يمكن في حد فعلا بيجيلها من الشباك وهو مش واخد باله. وفعلا عدى يوم اتنين وتلاتة وبدأ يتابع ويسمع نفس الكلام ونفس الأسلوب اللي هي بتتكلمه مع واحد كأنها بتحب فيه، وبتقول له انت اللي ليا ومفيش حد ليا غيرك، وانت اللي هتسندني وانت اللي هتنقذني من البيت ده. وبعد ما سمع كل ده خلاص قرر ان هو يواجهها ويعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. وفي يوم وهي بتتكلم نفس الكلام فتح باب الأوضة مرة واحدة، وهنا دخل وقعد يحايل فيها ويقول لها انت اختي حبيبتي، واللي انت عايزاه انا هجيبهولك، وانا هجيب لك التليفون وادخلك الانترنت وهخرجك كمان علشان انت بقالك مدة ما خرجتيش. قولي لي بقى انت بتتكلمي مع مين ومين اللي بيبقى موجود معاكي في الأوضة؟ هنا اطمنت له وبدأت تحكي. قالت له بص انا ما فيش الا قدامي التلفزيون، كنت قاعدة عادي قدام التلفزيون وفجأة بقلب على قناة لقيتهم بيتكلموا عن تحضير الجن. الموضوع عجبني وبدأت أركز معاهم وبدأت أطبق الخطوات اللي بيقولوا عليها، وأول ما طبقتها بدأ الجن يطلع لي،
فطلع لي واحد وبيقعد معايا وبيكلمني وبيحبني وانا بحبه. طبعا اول ما سمع كده فضل يزعق فيها ويقول لها انت الظاهر عليكي اتجننتي، انت فعلا جبتي اخرك وانا لازم اوديكي مصحه. اول ما سمعته بيقول الكلمتين دول وشها اتحول وعينيها اتحولت وبدات تزق فيه، ولاحظ ان عندها قوه غريبه جدا مش ايد بنت طبيعيه فعلا زي ما الشغاله قالت. وهنا اول ما شافها بالمنظر ده جري بره الاوضه وقفل الباب، وقعد بينه وبين نفسه يفكر هيعمل ايه معاها وايه اللي بيحصل بالظبط، هل كلامها فعلا صح ولا هي اتجننت. وهو قاعد بيتكلم نفسه فجأة لقى الشغالة داخلة عليه وبتقول له خلاص أنا مش هكمل. قعد يتحايل عليها وقال لها معلش هزودك فلوس زيادة، وهي أبدا. قالت له المرة دي كسرت لي إيدي، الله أعلم المرة الجاية هتكسر لي إيه، الله الغني عن فلوسك وعندي شغلة. وفعلا مشيت وسابته. ومن هنا قال خلاص أنا جبت آخري، أنا لازم أتخلص منها وأرميها في أي مصحة. ودخل قال لها خلاص جهزي نفسك علشان أنا هوديكي مصحة. وطبعا هي اول ما سمعت كده بدات حاله هياج عندها وقعدت تكسر في الاوضه وتتكلم كلام غريب والفاظ غريبه اول مره يسمع الكلام ده والالفاظ دي. هنا قفل باب الاوضه وراه، وبعد كده راح اتصل على المستشفى وطلب منهم حد يجي ياخد الحاله دي، وقعد يقول لهم انها في حاله هياج ولازم فريق طبي هو اللي يجي ياخدها. هنا قالوا له خلاص احنا هنبعت لك دكتور واتنين ممرضين. وفعلا ما عداش نص ساعه وجي الدكتور واتنين ممرضين. ولاحظ حاجة غريبة فيهم أول ما فتح الباب، لاحظ إن شكلهم غريب مع إنهم بشر عادي، بس حس إنهم عاملين زي الروبوت، ما كلموش كلمتين على بعض، ودخلوا على طول على أوضتها كأنهم عارفين مكان الأوضة. وهنا أنا دخلت معاهم، وأول ما دخلت معاهم أختي جالها حالة هياج وانهيار وقعدت تكسر الحاجة وتحدفني بأي حاجة موجودة في الأوضة. مفيش إلا كلمة واحدة طلعت من الدكتور: اطلع بره علشان هي كل ما بتشوفك كل ما بتنهار. وأنا من بعد الكلمة دي تقريبا مش فاكر حاجة، بس كل اللي انا فاكره انه بصلها في عينيها وحسيت انها اتغيرت 180 درجه كانها عارفه البني ادم ده. وفجاه اخدها ومشي هو والممرضين. وانا طبعا قعدت ارتحت وقلت خلاص اتخلصت منها واتخلصت من قرفها واقدر استمتع بحياتي. مفيش يا دوبك نص ساعه لقيت الباب تاني بيخبط. اول ما فتحت لقيت دكتور واتنين ممرضين. ايه يا جماعه ايه انتوا عايزين ايه؟ قالوا لنا احنا جايين علشان ناخد اختك. قال لهم انتوا بتهرجوا؟ اختي ايه؟ ما في واحد لسه جاي هو واتنين ممرضين اخد اختي ومشي. قالوا له ازاي يا فندم احنا اللي مكلفين ناخد اختك وننقلها المصحه. قال لهم ازاي بس؟ ازاي؟ لا كده في تهريج. هنا اتصلوا على المستشفى والمستشفى اكدت له ان هم ما خرجوش اي حد وان اللي موجودين عنده دول هم اللي مكلفين بنقل اخته في المصحه. اول ما سمع كده قال لهم ازاي؟ انا مش فاهم حاجه، في حاجه غلط. قالوا له طب معانا كده بالراحه، قول لنا اسم الناس اللي جت خدت اختك. قال لهم فلان وفلان وفلان. قالوا له طب والناس اللي جت دلوقتي عشان تاخدها؟ قال لهم فلان وفلان وفلان. قالوا له الناس اللي جت تاخدها دلوقتي دول فعلا موجودين في المستشفى ومكلفين ان هم ياخدوا اختك، اما الاسماء اللي انت بتقول عليها الاولانيين دول مش موجودين اصلا، وما عندناش اسماء اطباء او ممرضين بالشكل ده. في الوقت ده استغرب، ما بقاش عارف تفسير اللي هو شافه، وقعد بعديها مع نفسه وهو قعد يضرب اسداس في اخماس. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه تفسير اللي حصل ده؟ طب لو الناس دي جايه من مستشفى، الناس الاولانيه دول جم منين؟ واختي راحت فين؟ وهنا بدأ يفكر في كلام اخته وهي بتقول له انها اتعلمت انها تحضر جن، وانها حضرت جن وبتكلمه كل يوم، وهو بيحبها وهي بتحبه، وهو اللي هينقذها من اللي هي فيه. في الوقت ده كان بينه وبين الجنون لحظة، وقرر يروح للدكتور النفساني علشان يحكي له ايه اللي حصل. وهنا اختار دكتور مشهور جدا وراح علشان يحكي له القصة من أولها لآخرها. الدكتور فاجئه قال له ممكن يكون كلامها صح، لأن في جن بتجسد في صورة بني آدمين، ممكن تكون فعلا هي حضرت جن والجن ده بيكلمها وبيحبها وتجسد في صورة الدكتور والاتنين ممرضين وأخدوها لعالم تاني الله أعلم هي فين. وفي الوقت ده الدكتور أكد له إن ده ممكن يحصل وبيبقى اسمه السحر الداخلي. أول ما سمع كده ما بقاش مستوعب اللي حصل، وبدأ يدور على أخته في أي مصح يمكن في حاجة غلط. وللأسف فص ملح وداب معرفلهاش مكان. ومن هنا كل اللي يسأله يقول له أختك فين؟ يقول لهم فعلا هي في مصحة، بس للأسف هو مش عارف أخته فين لحد وقتنا هذا. السؤال هنا للمتابعين: هل فعلا في سحر ممكن الجن يتجسد في شكل بني آدمين علشان ياخد حد يوديه عالم آخر، ولا دي اشتغالة من أخوها من الأول والآخر وعمل حاجة في أخته وتخلص منها علشان ياخد الميراث بتاعها؟ لحد دلوقتي ده لغز محدش عرف يفكه، والأخ سكت خالص مبقاش يجيب سيرة أخته. يا ريت تشاركوني في الكومنتات
في حل اللغز ده. ودي كانت حكايتنا النهارده، اللي عجبه الحكايه يقول لي في التعليقات، وخليكم معايا في حكايه جديده من حكاوي هناء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.